السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم أميرة ثابت. النهاردة هنعمل وصفة شتوية من العيار الأول. طبعا أحسن أكلة في الشتاء هو القلقاس. القلقاس الخضار الوحيد اللي احنا كلنا بنحبه، أنا وولادي، اللي بيجمعوا عليه يعني. فالقلقاس النهارده هنعمله بطريقة حلوة وجميلة جدا. الأول نسيت أقول لكم، معاكم أميرة ثابت. وتعالوا معانا نشوف بقى القلقاس هيتعمل ازاي. طبعا احنا هنجيب القلقاس وهنقشره، واتضح ان القلقاس الصغير بيبقى حلو وبيستوي بسرعة. انا كنت الاول بجيب القلقاسية الكبيرة اللي هي بتاخد سوا واحد، فاتضح ان القلقاسة الكبيرة ديت بتبقى من فوق بتستوي بسرعة، ومن تحت بتبقى ايه، شايخة شوية. اتضح بقى ان القلقاس الصغير احلى من القلقاس الكبير. فبقيت اجيب، طبعا انا عرفت الموضوع دوت على كبر، بقيت اجيب القلقاس الصغير دوت. الخضري قال لي دوت بيبقى بناتي، ودوت بيستوي بسرعة. فبقيت اجيب القلقاس الصغير، وفعلا طلع كلامه صح. طبعا بنقشرها زي ما انتوا عارفين، وبنقطعها مكعبات كده اهوت. طبعا ما تبقاش ولا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي علشان ما تتهريش. هنقطع القلقاس زي ما انتوا شايفين كده، وهنحط عليه مية سخنة. ليه بقى هنحط عليه مية سخنة؟ علشان المادة المخاطة اللي جوه القلقاس تطلع. انا ما عمري ما جبت القلقاس وما غسلتوش، لازم اجيبه واغسله بمية سخنة. زي امي الله يرحمها كانت بتغسله بمية سخنة. وبعد ما بيتغسل بمية سخنة بنحط عليه ليمون وحبة ملح، ونقلبه كويس جدا، ونخليه بتاع نص ساعة كده. وبعد كده بنحطه تحت الحنفية، بنفضل ندعك فيه زي ما انتوا شايفين. لازم القلقاس افضل ادعك فيه كده لغاية ما يكون بيزيق. وبعد كده بنصفيه كده اهوت. طبعا القلاص بتعمل على شوربة لحمة او شوربة فراخ، حسب ما ايه ما بتعمله. يعني ده بينفع ودوت بينفع. زي ما انتوا شايفين كده اهوت، انا حطيت الليمون على القلقاس. بس انا يعني المقطع بتاع الغسيل القلقاس جه قبل اما اوريكم اللي انا بحط الليمون وبحط ملح، وانا بنقع القلقاس في ميه سخنه. الليمون والملح بيخلوا المادة المخاطة جوه في القلقاس بتطلع كلها. حتى لما بتيجي بتقلبي القلقاس كده في قلب المية، بتلاقي المية بقت لزجة شوية. فطبعا كل دوت لما بيتغسل بينزل. وبعدين علشان الشوربة بتاعت القلقاس ما تبقاش فيها المادة المخاطة ديت، تبقى تقيلة كده وطعم يعني بتبقى مش حلوة. ف لازم القلقاس يتغسل دوت اللي احنا متعودين عليه من زمان. وطبعا كل واحد ليه طريقة. انا بشوف طريقة ممكن تعجبني ممكن ما تعجبنيش. المهم هتشوفوا الطريقة بتاعتي وجربوها وان شاء الله تعجبكم. هنجيب بقى دلوقتي كزبرة خضرة. طبعا ديت مغسولة ومتنقية وبقطعها صغير علشان نحطها في الشوربة مع القلقاس وهو بيتسلق. ديت كزبرة خضرة بس. وهنجيب السلق دوت انا بغسله قبل ما اقطفه كده، وبعد ما بقطفه برضو بغسله تاني، لان ساعات بيبقى ما بين الورق كده دوت في النص بيبقى مش نضيف. فبغسله قبل وبعد اما بقطفه. ولازم يتهوى من المية بعد ما بيتغسل، قبل ما نحمره يكون السلق يكون متهوي. طبعا لو وصلتوا لغاية كده ما تنسونيش يا حبايبي في اللايك. هنقطف السلق كله وهنسلق الفراخ. بنجيب بصل وورق لوري وملح وفلفل وطماطمية وحبهان، وهنحطه طبعا مع الفراخ وهي بتتسلق، سواء فراخ او لحمة، هي يعني، او بط او اي طيور انت بتحبيها بتسلقيها وتعملي عليها القلاص. طبعا بعد ما بتغلي هنشيل الفراخ، بنصفيها بنطلعها من الشوربة،
وبنصفي الشوربة طبعا من الورق اللوري والحبهان والحاجات ديت قبل ما نحط القلقاس في الشوربة. كده احنا صفينا الشوربة كلها. طبعا بالمصفى الصغيرة اللي هي بتاعت الشاي ديت بصفي الشوربة، وبعدين هنحط القلقاس في قلب الشوربة، وبعد كده هنحط الكزبرة الخضراء على القلقاس. هنسيب بقى طبعا القلقاس بنشوفه كل شوية علشان ما نسيبوش ويتهري، يعني شوية كده ونشوف القلقاس دخل على السوا ولا لأ. هنحط مكعب ماجي بيعزز الطعم. أنا بحب الماجي يعني سواء في القلقاس أو الملوخية لازم بحط مكعب مرق، وطبعا المرق بتاع الخضار بيبقى حلو قوي. أنا بحط دلوقتي شوية فلفل أسود زيادة يعني، وبنشوف طبعا عايزة ملح عايزة حاجة. أنا بشوف الحياء بتاع الشوربة لقيتها محتاجة شوية ملح، هنحط الملح ونظبط الحياء بتاع القلقاس. طبعا القلقاس بنعمل جنبيه رز بشعرية أو رز أبيض أو رز حبة بحبة، بس احنا بنحب الرز بشعرية طبعا مع القلقاس. هنحط الشعرية، أنا ما بعرفش أعاير الرز، فبحط بالبركة كده شوية شعرية مع السمنة وحبة زيت صغيرين. هنحط الرز ونقعد نقلب في الرز علشان يبقى كله مغلف بالسمنة. نفضل نشوح فيه طبعا لغاية اما يشرب اي مية تكون فيه، وهنظبط الملح بتاعنا ونقلبه كويس جدا قبل ما نحط المية. بعد كده هنحط مية سخنة من الكتل. المية طبعا انا مش بعرف اعاير، هنحط المية لغاية اما تغطي الرز بعقلة صباع كده اهوت. ودلوقتي هنحمر السلق. حطيت حبة زيت صغيرين وسمنة بلدي. طبعا السلق لما بيتحمر بسمنة تشم الريحة تبقى روعة. يعني أنا بحب أحمر السلق وأنا بعمل القلقاس، ما بحبش أخزن السلق في الفريزر. ليه؟ لأن أنا بحب وأنا بعمل القلقاس أشم الريحة بتاعت السلق. السلق مع الثوم يكون صحيح، لان لو حطينا ثوم مدقوق هيتحرق، فلازم يكون الثوم صحيح واحنا بنحمر السلق. نقعد نحمر فيه كده ونقلب فيه لغاية اما يعني هو مش هيحمر طبعا، هو هتلاقيه يعني اغماء خالص ومخروش كده اهوت. نفضل نقلب فيه لما يكون فيه خرفشة كده. كان زمان أمي الله يرحمها أو تيتا كانوا بيدقوه في الهون. بس دلوقتي طبعا الخلاط طبعا أسرع وأحسن. بس أنا فاكرة أمي الله يرحمها كانت بتدقه في قلب الثوم وبعدين تروح حطاه في الشوربة، برضه كان بيبقى حلو قوي. زي ما انتوا شايفين كده بنفضل نحمر فيه لغاية اما خرفش كده، بحطه في الخلاط وبنحط عليه كبشة شوربة من بتاعة القلقاس ونضربه طبعا، بس يكون السلق يكون مستهدى شوية من السخونية علشان الخلاط ما يبص. حطيت كبشة شوربة من بتاعة القلقاس ونضربه في الخلاط ونروح ضايفينه على القلقاس على طول. الريحة بتبقى خطيرة. طبعا الأكلة ديت بتحلى بالليمون المخلل، والفراخ طبعا حمرناها، والرز زي ما انتوا شايفين كده
مفلفل وجميل. يا سيدي يا سيدي، مفلفل وحلو قوي. القلقاس بتاعنا كده اتعمل واستوى خلاص. هنبتدي بقى نغرفه ونغرف الأكل بتاعنا. ويا رب الوصفة بتاعتي تكون عجبتكم. معانا الفراخ المحمرة والقلقاس والليمون المخلل والرز. ولو عجبكم يا حبايبي الفيديو ما تنسونيش في اللايك. باي باي.